واهلا بيكم جميعا مشجعين نادي الزمالك. وما ننساش قبل ما نتكلم في الكلمتين اللي احنا عايزين نقولهم نقول كل سنة والإخوة النصارى جماعة المسيحيين وهم طيبين بمناسبة أعيادهم. ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد سواء مسلمين أو مسيحيين. الشعب المصري والأمة العربية كلهم إن شاء الله يفضلوا دايما بخير. بالنسبة لماتش بلوزداد والزمالك، أنا عايز أشكر معتمد جمال. حقيقي هو كان مذاكر بلوزداد كويس جدا، مذاكر فريق شباب بلوزداد كويس جدا. حقيقي قدر يقسم الماتش، وتقسيمة الماتش بتاعته كانت روعة. قدر يبدأ بالكرة من تحت ويستهلك بيها وقت ويسحب بيها فريق بلوزداد. السويتشات اللي عملها بين عضية دباغ وبزيرة أسفرت على إن دفاع شباب بلوزداد ما كانش واخد باله او ما كانش عارف يعمل رقابه لصيقه على بزيره، وقدر من كوره فعلا عدت ووصلت له ان هو ينفرد ويشوطها وتدخل ما بين الثلاث خشبات محرزه. هدف اول للزمالك في الدقيقه 28 من الشوط الاول. حقيقي هو الجون جميل وفيه توفيق كتير جدا من ربنا، لان الكوره مش في زاويه مركونه، يعني الكوره من تحت رجل الحارس، فكان فيها توفيق من ربنا. بس ده نتيجة تعب معتمد جمال رقم واحد، لأن حقيقي دوره واضح جدا إن هو مذاكر الفريق كويس، إن هو مقسم الماتش كويس، إن هو محفظ اللعيبة طريقة اللعب كويس جدا. اللعيبة ما لعبتش النهاردة كورة على قد ما هي لعبت كورة بذكاء، يعني في ذكاء في الملعب، في فكر في الملعب. حاسس ان في حاجه متحفظه ومتعلمه وبتتنفذ. اللعيبه بتدي مساحات لفريق شباب بلوزداد وقت ما هي عايزه، وبتاخد الكوره وبتقفل المساحات برضه وقت ما هي عايزه. حقيقي كان في تكتيك عالي جدا من معتمد جمال بيفتح بيه خطوط شباب بلوزداد بامتلاك نص ملعب بشويه لعيبه، مش عايز اقول غير ان هم فعلا لعيبه كويسه جدا. في ادائها النهارده المميز جدا، عبد الله السعيد، احمد فتوح، محمد شحاته، احمد ربيع، كانوا عاملين حاله فوق الممتازه في نص الملعب. ناصر منسي كان بيجتهد جدا وبيضغط على كل خط الدفاع بتاع شباب بلوزداد، لا بيكل ولا بيمل. تحركات بزيرة مع عضية دباغ كسويتشات أجنحة والكلام ده كانت فوق الممتازة. ده كله أسفر على إن الزمالك يطلع بشكل كويس جدا بنتيجة كويسة جدا خارج أرضه، وده يقدر يقول إن هو بدأ يحط رجل في النهائي. مبروك جدا لنادي الزمالك على النتيجه اللي قدر يخرج بيها النهارده ويرجع بيها من الجزائر، وهارد لك للفريق الجزائري، وان شاء الله ربنا يكتب التوفيق لفريق الزمالك في مباراه العوده. وبجد شابوه لمعتمد جمال، مدرب مصري ناجح جدا. والناس اللي بتطلع تقول ان علي ماهر احسن مدرب مصري، عايز اقول لك ان المدربين المصريين كلهم عندهم امكانيات وهم كوادر وقادرين يشيلوا فرق كبيره جدا. علي ماهر لحد النهارده ما مسكش فرقه كبيره. فانا شايف ان معتمد جمال حاليا بيثبت ان هو اكفأ مدرب مصري محقق نتائج، محتل قمه الدوري، محتل مكانه كويسه جدا في الكونفدراليه ولسه بيسابق وفي الرمق الاخير منها. فمعتمد جمال بحكم ان هو مسك فريق كبير ومحقق النتائج دي وعامل المجهود ده وعامل التكتيك ده وعامل كمان الحاله اللي جوه الفريق، فهو اداري كويس، نفسي كويس، كوتش كويس، تغييراته دائما كويسه. انا شايف ان معتمد جمال مدرب تقدر تقول متكامل، مدرب كويس جدا بيعرف يتعامل على الناحيه النفسيه والفسيولوجيه البدنيه، العلاقات اللي مع اللعيبه الاجتماعيه، حاجات كتير جدا. فمعتمد جمال من وجهه نظري هو افضل مدرب مصري. وام سوري ل علي ماهر مش افضل مدرب، لان لسه ما شفناهوش مع فريق كبير وتيم نجوم زي زمالك او اهلي او بيراميدز او حاجه من الفرق الكبيره حاليا المتواجده على الساحه في الكره المصريه.